واحد ينقد المؤسسة المقدسة ولا الرجال المعصومين ولا هذه المؤسسة النزيهة جدا. فرحات الراشحي لما تكلم عليها قبل هدوه بالحكم العسكري. اليوم المستشار الاعلامي كذلك، لانه نقد القضاء العسكري ولانه نقد المؤسسه العسكريه مهدد. فاللي في باله في تونس فما حكومه تحكم وحدها، وفما رئيس يحكم وحده، وفما وزراء يحكموا وحدهم راهم غالطين. فما ناس وراء الستار هما اللي يسيروا في كل شيء. اذا نحبوا بالحق نكونوا رجال وتتحقق اهداف الثوره، يلزمنا نكشفوا ما وراء الستار ونتكلموا عن الناس الكل ونجبدوا للضايح الكل. ما عادش يزي اخطانا، يزيهم المشاكل، ما تدخلوش البنات في حيز هذيك. لا الخوف يسقط حكم العسكر، 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 يسقط حكم العسكر. الثورة التونسية قامت القطع مع الماضي، وقامت الثورة على التجمع عام 78 وعام 84 مش مليون برك. تجمع دستوري ديمقراطي لإقماع الشعب التونسي 50 سنة وسرقة فلوس الشعب التونسي. اليوم التجمع موجود في أحزاب الترويكا وفي أحزاب المعارضة، واليوم التجمع هو اللي يحكم وهو اللي مازال يحكم في تونس. اليوم إذا الشعب مش يقول كلمته ويجبر الحكومة والمعارضة والطبقة السياسية الكل، راكم مش ترجعوا تحت الصباط. راهي الناس اللي سرقتكم ما زالت اليوم عندها الفلوس، والناس اللي تحكم في الداخليه هي بيدها مؤسسه العسكريه فوق النقد، كاينها معناها قران منزه، معناها ثم مستشار للرئيس، معناها مش مواطن عادي ينتقد يتعدى محكمه عسكريه. معناها فما تعيينات اليوم في اللوتون في لابريس في التلفزه، تعيينات تجمعيه. فما بتاع البنك المركزي تجمعي. هذه الحكومه قاعده لازم تضغطوا عليها بالشارع، واهداف الثوره تحققوها انتم، ما يعطيكم حتى حد. والاتحاد